حسام وابراهيم سابوا الاهلي والزمالك سابوا الاهلي غصب عنهم مجبرين. راحوا الزمالك مجبرين. يعني عايز اقول لك ان كل واحد فيهم كان بيجر التاني وبيجر رجل التاني عشان يروحوا الزمالك غصب عنهم علشان يثبتوا للاهلي الغلط، وهم اهلاويه. ومحدش يقدر يقول ان هم غيروا انتمائهم علشان كده. الضغوط اللي اتحطوا فيها ما غيرت لهمش انتمائهم. يعني اللي انت عايز تقوله ان اللي بيبقى مولود اهلاوي وبيكبر وهو اهلاوي يفضل طول عمره اهلاوي، والعكس. ايه اللي خلينا اغير انتمائي اصلا الا لما تبقى في ضغوط صعبه؟ ما هو في ضغوط اكتر من اللي اتضغط عليها حسام وابراهيم عشان خاطر يسيبوا التاريخ اللي عملوه كله في الاهلي ويروحوا الزمالك يضيعوا تاريخهم. ايه اللي يجبرني ان انا ابقى زملكاوي؟ صحيح. ما لازم اتنين على مبدا اهلاوي. هو انا بس انما رحت لعبت في الزمالك اكل عيشي، خدت بطولات وخدت قصادها فلوس. حسام وابراهيم لعبوا في الزمالك ببلاش؟ لا، ده كان اجعص لعيب في الزمالك مين لما جم؟ خالد الغندور وحازم امام. صحيح. اجعص واحد فيهم كان بياخد كام؟ يعني 240,000 جنيه. عارف دول جم خدوا كام؟ خدوا 600,000. ده الوديعه بتاعت الزمالك اللي في البنك اتفكت علشان خاطرهم. والزمالك ده كان له وديعه. الله يرحمه كابتن محمد حسن حلمي زموره، الله يرحمه، اللي هو مؤسس فرع المهندسين اللي في الزمالك دلوقتي ده بتاع 100 عقبه. كان عامل وديعه باسم نادي الزمالك، ريحها بيصرف على الناشئين. دول فكوا الوديعه عشان يطلعوا عشان حسام وابراهيم فكوا الوديعه عشان يطلعوا يدوا لكل واحد فيهم 600,000 جنيه في ايده. انت عارف يعني ايه 1,200,000 جنيه؟ لما حازم امام اللي هو حازم امام كان جاي من ايطاليا، من اودونيزي في ايطاليا، وكابتن التاريخي نادي الزمالك اللي بيجدد لاخر مره خالد الغندور، كل واحد فيهم بياخد 240,000 جنيه. يبقى تقول لي الناس دي لعبت ببلاش؟ الناس دي بقت زملكاويه؟ الناس دي لعبت الفلوس.